السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده الفينو طريقة سهلة وبسيطة جدا إن شاء الله. شايفين عامل إزاي؟ شايفين القلب بتاعه أبيض وزي الفل. شايفين الطراوة بتاعته كمان أحلى بكتير من بتاع الأفران اللي احنا بنشتريه من بره. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق، معايا هنا لبن بودر معلقتين خميرة بودر، معلقتين سكر، 8 معالق زيت، ومعلقة كبيرة من الخل. معايا كمان كوبايتين من المية الدافية ورشة ملح بسيطة جدا. ممكن نحتاج مية أقل أو أكتر حسب نوع الدقيق، طبعا كلنا عارفين المعلومة دي. اول حاجة في طبق كده هنزل اللبن البودر والخميرة والسكر، وهنزل عليهم كوبايتين المية الدافية. هقلب الكلام ده بالمضرب كده عادي لغاية ما ادوب السكر وكل المكونات مع بعض. سهلة وبسيطة، مش هياخد منكم وقت خالص. بعد ما قلبت كل الكلام ده هاخد من الدقيق بتاعي اللي هو الكيلو المنخول حوالي 5 أو 6 معالق دقيق. سهلة كده. وهقلب برضو بنفس الطريقة، ادوب الدقيق حلو قوي مع الخميرة والسكر واللبن البودر. طب ليه لبن بودر يا مها؟ بيحسن جدا من طعم المعجنات بتاعتك وبيظهرها. طب لو مش متوفر ينفع اشيله؟ طبعا ينفع نشيله، مفيش اي مشكلة. اغطي الكلام ده واسيبه بقى حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده الخميرة تشتغل وتتفاعل ونرجع نكمل. ادي الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. عايزة اوريكم شكله قبل ما احطه في العجان. بصوا ارتفع كده شوية وابتدى يختمر. مش شرط العجان، اللي مش عنده العجان عادي جدا بنشتغل بايدينا، مفيش اي مشكله، بس طالما موجود هيسهل علينا شويه. هنزل عليه هنا معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، كنت ناسي اقوله لكم في المقادير. وهنزل الخل. الزيت ده اخر حاجه، خليه على جنب اخر حاجه. وهنزل باقي كيلو دقيق. يبقى حطينا ايه؟ حطينا الخليط اللي عملناه الاول، حطينا معلقتين صغيرين، مش هرميه، مش معلقه هرميه، معلقتين عاديين جدا بتوع الشاي دول من البيكنج باودر. حطينا الخل، الدقيق، وادي رشه بسيطه من الملح. الزيت اخر حاجه على جنب اهو، حطوه عشان ما نسهوش. حطيت السلاح بقى بتاع العجن في العجان وابتدي اخلط كل المكونات دي مع بعض. حاطه طبعا ميه دافيه جنبي زياده زي ما اتفقنا. كل دقيق بيختلف من نوع لنوع تاني. ممكن الدقيق اللي حضراتكم بتستخدموه ما يحتاجش ميه قد اللي انا حطيتها، وممكن يحتاج حسب نوع الدقيق. هنا ابتدى العجان بقى يشتغل كده، وابتدت العجينه تلم شويه بشويه. ابتديت اهدي السرعه. اول ما احس كده المكونات امتزجت وابتدت تشكل لي عجينه كده، هطفي على طول. واشتغل بقى فيها بايدي، بس يكون حطيت طبعا اخر حاجه واخر مكون معايا هما 8 معالق من الزيت، حوالي ربع كوبايه. حلو جدا. طيب يا مها، لو حطيت انا الكوبايتين ميه وحسيت ان العجينه ملزقه قوي قوي ومش قادره اتحكم فيها، على طول تحطي رشه دقيق. يبقى الميه والدقيق جنبي هنا حسب نوع الدقيق بحط. محتاج ميه ازود، محتاج دقيق ازود. ابتديت هنا بقى الم العجينه بتاعتي كده بايدي واتحكم فيها واشوف القوام بتاعها ايه، اخبارها ايه. محتاجه دقيق، محتاجه ميه. بصوا حسيتها عايزه معلقه واحده من الميه، مش اكتر من كده، معلقه واحده بس من الميه الف بيها العجينه. علشان بصوا بايدي اهي، ما ازودش ميه مره واحده عشان ما اضطرش ان انا ازود دقيق تاني وابوظ العجينه بتاعتي. اهو هلم بس العجينه كده حلو واشوفها قوامها ايه على الرخامه. طبعا والرخامه نظيفه وزي الفل. جبت شويه من الزيت وابتدي احطهم على الرخامه. لو عندكم مفرش العجين يفضل ويكون افضل طبعا. وابتديت اخد العجينه وابتدي بقى اخدم العجينه بتاعتي دي لمده ما تقلش عن 10 دقايق زي ما احنا دايما متعودين في العجين. ايد بتلم وايد بتفرد لغايه ما الاقي قوام وملمس العجينه مش بالمنظر اللي قدامنا ده، الاقي قوام وملمس ناعم كده واملس وحلو، اعرف ساعتها ان العجينه بتاعتي اتخدمت وتمام التمام. شايفين يا جماعه؟ بفضل بالايد بتلم وايد بتفرد لقدام ولورا لغايه ما احس ان العجينه رايحه وجايه معايا عادي جدا، بقت عامله زي اللي بنا في ايدي. شايفين شكل العجينه عامله ازاي؟ العجينه بقت ناعمه وبقت جميله حلوه خالص. بلمها اهو، بصوا منظرها اختلف تماما عن ما كانت لسه وانا بعجنها. شايفين بقول لكم قد ايه ناعمه وصوابعي بتغرس فيها. جيب نفس الحله بتاعه العجان اللي كنت شغاله فيها وحط العجينه واسيبها بقى لغايه ما تضاعف حجمها وتبقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. حلو قوي. اهبط بقى الهواء شويه كده من العجين، والخطوه دي مهمه قوي يا جماعه.
وانزل العجينه بتاعتي كده. تمام، بصوا بسم الله ما شاء الله العجينه عامله زي اللي بانه في ايدي بالظبط، البانه ناعمه وطريه وجميله قوي. جبت بقى صينيه عاديه خالص وابتديت ادهنها يعني دهنه بسيطه جدا من الزيت عشان العجينه ما تلزقش وتغلبني اما اجي اشيلها. وابتدي اقسم العجينه بتاعتي دي كور صغننه، ويا ريت كلها تبقى بحجم واحد. كل ما الكور كانت قد بعضها كل ما كل الفينو بتاعك يبقى شكل واحد وحجم واحد. شايفين عملت كام كوره؟ عملت 26 كوره من العجين، يعني 26 رغيف فينو من كيلو واحد من الدقيق. بنفس الزيت ونفس الفرشه حطاهم جنبي، دهنت دهنه بسيطه من الزيت. ودي اول واحده انا عملتها، اول واحده انا حطيتها، اول واحده في الكور. وابتدي بايدي افرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، لا نشابه ولا مردانه ولا حاجه خالص. وابتدي من الحرف ده وابتدي الف رول كده. شايفين السهوله؟ لو اول مره هتعملي الفينو هيبقى سهل عليكي جدا جدا جدا، اي حد يقدر يعمله. واقفل من الجناب زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الجنبين دول بدخلهم لجوه واتني واقفل. مهم قوي تقفله حلو عشان ما تفتحش في الفرن. وابتدي اعدل بس الشكل بتاع الرغيف الفينو. طبعا هو مش هيبقى بالحجم ده، هو هيختمر مره كمان وهتشوفوه بعد شويه. وجبت الصينيه بتاعتي، ولو عندكم صاج براحتكم اي حاجه المتوفر هنشتغل بيه. برضو دهنه خفيفه من الزيت عشان رغيف الفينو لون حلو من تحت وفي نفس الوقت ملزقش ويغلبني وانا بخرجه. وابتدي اخد اول رغيف فينو عملناه مع بعض اهو. شايفين شكله يا جماعه؟ مفيش تنيات ومستقيم كده وشكله حلو. واحطه. نعمل كمان واحده مع بعض. لو تلاحظوا ما بدهنش كل مره زيت، هي اول مره بس. لو حسيتوا ان مفيش زيت خالص تبقى تحطوا تاني، بس حاجه بسيطه جدا خفيفه جدا عشان ما تقعدش العجينه تتزحلق وتلف معاكم وتزهقكم. بصوا برضو بنفس الطريقه، بس المره دي عملتها على الرخامه مش على ايدي. بقفل من الجنبين وبفضل بقفل من الجنبين وبفضل اقفل بايدي كده كويس قوي 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 واظبطها كده، يبقى كل رغيف الفينو شكله حلو كله مظبوط مع بعض. بصوا الشكل عامل ازاي. نحاول بقى واحنا بنحط الفينو ما نحطش كله جنب بعضه عشان هيختمر بعد شويه وهيتضاعف حجمه، ولما يدخل الفرن كمان هيختمر كمان مره فمنلزقش في بعضه. عملت بقى كل الكميه وحطيتهم على جنب كده على ما اعمل الدهان اللي هدهن بيه الفينو قبل ما يدخل الفرن. في الوقت ده طبعا كنت بسيبهم يختمروا مره كمان، بغطيهم بفوطه نظيفه. جبت شويه من نسكافيه بلاك بشويه من اللبن البودر، ده الكيس اللي كنت شغاله منه اخدت منه للعجينه من شويه. قد ايه؟ رشه من النسكافيه ومعلقه من اللبن البودر. خلاص. وهنحط عليهم شويه من الميه. طب انا ما عنديش برضو لبن بودر، احط ايه؟ احطي شويه نسكافيه وحطي شويه حليب عادي، مفيش اي مشكله. مش موجود ده ومش موجود ده، مش موجود ده ومش موجود ده، ايه البديل؟ ممكن صفار بيضه، نقطتين من الخل، وبرضو تدهني. اي حاجه هنقدر ان شاء الله نشتغل بيها بس يعمل لنا لون حلو للفينو بتاعنا لما يدخل الفرن ويخرج منه يدينا لون حلو قوي ولمعه حلوه. هنا بقى اول صينيه عملتها. بصوا بسم الله ما شاء الله اتضاعف حجم الفينو بقى شكله قد ايه. شفتوا الاول كان شكله عامل ازاي، دلوقتي عامل ازاي. وادي الصينيه التانية بوريها لكم اهو. طبعا مش دي كل الكميه، في كميه تانية. احنا اتفقنا عاملين 26 رغيف. بصوا بوريكم الفرق بين الاتنين، دي لسه ما اختمرتش قوي. اجيب بقى العجين بتاعي وابتدي ادهن باللي احنا عملناه مع بعض. بس مهمه قوي، خطوه مهمه جدا جدا، وانا بدهن ما بضغطش عشان ما اخرجش الهواء اللي انا دخلته للعجين. العجين بتاعي دلوقتي مختمر وهش جدا، لو انا ضغطت عليه الهواء اللي في العجين هيخرج، وبالتالي هيخرج معاكي رغيف فينو مكتوم ومش مفرغ من جوه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. فدي خطوه مهمه قوي. دخلنا الفينو على درجه حراره 200، دخل وخرج زي ما انتم شايفين باللون الحلو ده. اخد لون من تحت، شغلت له الشوايه، واول ما خرج اديته بخه من البخاخه الميه العاديه دي نظيفه طبعا مخصصه للاكل، يا اما خطوه تانية فوطه مبلوله. بصوا الفوطه دي مش ناشفه، مبلوله، واروح مغطيه الصينيه مباشره. ليه بعمل كده؟ عشان الفينو بتاعي ما ينشفش ويطلع معاكم بالشكل الحلو ده. حاجه نظيفه وسهله وموفره في البيت. المدارس داخله علينا، كل سنه وحضراتكم طيبين، وكلنا هنحتاج الفينو يومين. بصوا الطراوه، بصوا تعرفوا ان هو العجينه صح بتاعتك لما تضغطي عليها وترجع تاني زي ما هي، ما تقعدش لازقه مكانها. بصوا البياض بتاع القلب بتاع الفينو قد ايه مفرغ، وطعمه كمان حلو قوي. اللبن البودر مديله طعم حلو جدا وظاهر لي طعم العجين. طعمه فعلا احلى بكتير من بتاع الافران، دي حقيقه.
بصوا، بصوا اللبابه بتاعه الفينو اللي جوه دي، طبعا عارفين ان اسمها كده، بتبقى حلوه قوي. ينفع بقى السندوتشات، ينفع بقى السندوتشات، غلفيه بقى وحطيه في الفريزر وطلعي وقت الاستخدام. مفيش انضف ولا احسن من كده. اداني كميه حلوه جدا، طريقه وصفه اقتصاديه وسهله وسريعه. اتمنى ان شاء الله تجربوها. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا لكم، السلام عليكم.